البنات ديالي، البومبات البوكوصات ديالي، كي بقيتو لاباس عليكم؟ هانيين مرتاحين؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي الزينه ديالي، فيديو تحت الطلب العديد ديال المتابعات ديالي، فيديو اصلا صالح للرجال النساء كبار صغار، كذلك فيديو ان شاء الله باذن الله غيهنيكم من رائحه الفم الكريهه، اللثه اللي كتكون كتسيل بالدم، الرائحه اللي كتكون خارجه لكم من الجوف، لان الوصفه اللي غادي نعطيكم وصفه مجربه على العديد من المتابعات ديالي لا في تيك توك ولا في الانستغرام. ما شاء الله الفيديوهات داروا مليون مشاهده في ظرف يومين ما شاء الله، بقوه اللي الوصفه كانوا محتاجينها بزاف ديال المتابعات ديالي، بزاف ديال الناس كانوا باغيين هذه الوصفه، بزاف ديال الناس كيقلبوا عليها. الوصفه غترحموني اختي عليها اكيد، ما تزربيش طبيعه الحال الخط الاحمر باش تستافدي من اي حاجه كنقولها، لان ما يمكنش تاخدي المكونات وتخلي الطريقه، لان الطريقه كتلعب دور كبير في الوصفه الزينه ديالي. وما تنسينيش اختي من لي لايك، ولا كنتي اول مره كتشوفي الفيديو ديالي وعجبك المحتوى اكيد ضغطي على زر الصابوني هذا اللي بالاحمر، وفعلي زر الجرس، لان زر الجرس الا فعلتوها الزينات ديالي اي جديد درتو غادي يبقى يوصلكم، باش ما تبقاوش تقولوا لي كنغيب عليكم. انا كنحط لي فيديو نتوما اختي اللي ما عرفت فين كتكونوا، ما عرفت فين كتكونوا مشغولين، الا فعلتوا زر الجرس اكيد راه غيوصلكم الاشعار وغيبان لكم الفيديو ديال الزينه ديالي. ما نطولش عليكم، نمشيو اختي للفيديو. عندك كتنسى داك اللايك اللي كتشجعني به، واي وصفه بغيتيها الزينه ديالي نديرها لك فيديو هنايا في اليوتيوب ونشرحها لك بالتفاصيل، خليها ليا في التعليقات الزينه ديالي. ما نطولش عليك. فاول مكونات الزينات ديالي غادي نحتاج هو الكمون اللي كنطيبوا به الحوت، اللي كنديروه مع البيض مع مليحه وكمون مع بطاطا مسلوقه، حيت شحال ديال البنات كيقولوا لي شنو هو الكمون، او كنستغرب والله العظيم البنات اللي كنستغرب. المهم انا غنحتاج ملعقه صغيره ديال الكمون حبوب، وغنحتاج 5 د الحبات ديال الهيل، حب الهيل اولا قعقله اولا حبهان، كل وحده وشنو كي كتعرفها. 5 ديال الحبات اصلا هما مطهرين للكمون ولا حب الهيل ما شاء الله، مضادين للبكتيريا. زيد حب الهيل ممكن تمضغيها غير بوحدها ما شاء الله الريحه كتولي في فمك. هنا غنحتاج 9 ديال الورقات ديال النعناع، ممكن تستعملوهم طريين كما يمكن لكم تستعملوهم يابسين، ماشي ضروري، لان الناس ديال اوروبا اكثريه ما كيلقاوش كاع النعناع طري. وغنحتاج حفنه ديال الزعتر المضاد للبكتيريا، مطهر للسان، مطهر للثه، كيمنع سيلان الدم في اللي كيكون ناتج عن التهاب اللثه. وكذلك النعناع حتى هو مضاد للاكسده ومطهر كذلك. دونك هاد المكونات الزينه ديالي فاش نجمعوهم في هذا المحلول اولا في نصف لتر من الماء، وغنخليوهم يغليو ناري البنات على مطهر الفم، ناري على بندبوش، غترحموا لي عليه الوالدين مدى الحياه كي كنقول لكم دائما. هنايا غنخليه يغلي مده 5 دقائق الزينه ديالي فقط، ونغطي عليه ضروري خصو يكون مغطي، وغنخليه يغلي 5 ديال الدقائق باش ما كيمشوش الزيوت الطياره النافعه ديالهم. هنايا من بعد ما دازت الزينه ديالي 5 دقائق خليته يدفى تماما تقريبا حتى مال البروده، باش غنوضعوا معكم في هذا البخاخ اولا هذا الرشاش. هذا اللي ما متوفرش عندها هذا الرشاش ممكن تستعمل يعني غير قرعه ديال الزاج، ديروا غير في قرعه وتحطوا حداها، يعني ضروري يكون مصفي، وتحطوا حداها في لافابو. اون فوا تحك الاسنان ديالها تشلل به الفم ديالها الزينه ديالي، راه عرفتي غزال غزال غزال، والريحه ما نقول لكمش. وحتى حيت كاين اللي كتقول لك لا اختي انا ما بغيتش الطعم يكون مر، راكم عارفين كاين اللي ما كتقدرش على الطعم، راه ما كاينش نهائيا المروره، والمذاق ديالو زوين، واخا ما نبلعوهش ولا ما غنسرطوش، ولكن المذاق ديالو زوين. كاين اللي ما كيقدرش يتحمل شي حاجه تكون حاره اولا تكون مجهده في الفم ديالها. هنايا من بعد ما صفيته في القرعه ديال الزاج غنوضعوه في البخاخ، لان داك الدواز اولا داك القمع ما بغاش يدوز ليا في هذا البخاخ هذا، لان الفم ديالو صغير. الزينه ديالي ما تنسيش اللايك، ما تنسيش اختي التعليق، اي وصفه بغيتي نشاركها معاك مستقبلا ان شاء الله شاركها معايا في التعليق ان شاء الله، وراني غنكون عند الاشاره كي كيقولوا، راه الاشاره الزينه ديالي. هنايا وضعته في هذا الرشاش، واللي بقى ليا راه ملي نصفيه ونخليه معايا في القرعه ديال الزاج فوق ما تسالى ليا الرشاش، غادي نستعمل الاخر. هذا ممكن تحتفظوا به في الثلاجه الباقي، يعني كيبقى معاكم مده 15 يوم ما كيضيعش نهائيا الزينه ديالي. وغترحموا لي اختي الوالدين، نخليكم مع طريقه الاستعمال. ودابا الزينه ديالي من بعد ما وجد البخاخ اولا مطهر الفم اولا الباندبوش كل واحد شنو غادي يسميه، من بعد ما غادي نحك الاسنان ديالي يعني بدونتيفريس ونسالي هادشي في الصباح، وفي الليل قبل ما ننعس ضروري نرش من هذا البخاخ هذا في الفم ديالي. اولا ممكن اللي ما عندهاش هذا الرشاش هذا كما وريتكم في القرعه سابقا، غادي ديروا غير شويه في فمكم وتمخدوه مزيان 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 واحد المده ديال دقيقه، وانتم كدوزوه لهنا ولهنا ولهنا، المهم على الفم ديالكم كامل صافي، وتخبيو حاشاكم داك الماء
اللي ديجا مخطو به وما توليوش تشلو ما حتى شي حاجه. عرفتي راه كيعمل على تعقيم كي قلت لكم اللثه، اللسان كذلك، ديك الرائحه الكريهه ما كتبقاش تخرج لكم من الفم ديالكم. زد عليها ان حتى اللثه الا كانت راجعه كتولي تجمع ما شاء الله. راه اللي جربتها البنات غادي ترحم لي عليها الوالدين هنايا نيت في الكومونتيرات الزينه ديالي كما شكروها بزاف ديال البنات في تيك توك وفي الانستغرام. قلت لكم ما تنساوش اللايكات، واي وصفه باغيين نشاركها معكم قريبا ان شاء الله حطوا عليا في لي كومونتير الزينه ديالي. تهلاو في راسكم.